السلام عليكم. اليقطين أو القرع العسلي، الشجرة التي أنبتها الله على سيدنا يونس لما نجاه من بطن الحوت. اشمعنى بقى الشجرة دي؟ تعالوا بقى اسمعوا وأنا أقول لكم. في البداية يا ولاد، الشجرة دي لها رائحة بينفر منها الذباب، وسيدنا يونس لما خرج كان مليء بالطحالب وحاجات على جسمه، وكان جسمه بايش. تاني حاجة كان محتاج لظل، فالورق بتاعها عريض جدا والظل بتاعها مالي المكان. تالت حاجة بقى وأهم حاجة، الثمرة بتاعها بتحتوي على نسبة عالية من الماء، فهو هياكل منها مباشرة بدون طبخ أو أي حاجة، هيبقى شرب مية وكل منها. طيب بس كده؟ لا لا والله ما بس، تعالوا كملوا بس كده، اصبروا وانا هقول لكم. بتعرفوا تعدوا لحد كام؟ عدوا معايا بقى. مضاد حيوي طبيعي، بتعمل على دعم المناعة ومضاد للربو وهشاشة العظام والروماتيزم، والحل الوحيد للقضاء على الأرق. هنعمله النهاردة بطريقة تحفة، بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو هسألكم سؤال: ما هو الدعاء الذي قاله سيدنا يونس وهو في بطن الحوت؟ سؤال سهل جدا 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 جدا، اكتبوا الإجابة في الكومنتات. ويلا نرجع لوصفتنا. الشرط اليقطينة أو القرع يا جماعة، القرع أو اليقطين مشهورة بالقرع. وقطعتها لمكعبات وضفت عليها حوالي نص كوباية من السكر. طبعا السكر اختياري، احنا ما بنحبش الحاجة مسكرة قوي، يعني ملناش في السكر قوي، السكر اختياري. وهضيف عليها شوية من المية، حوالي مثلا نقول كوبايتين لكوباية كده. هي كده كده هتنزل مية، فانا مش عايزاها فيها مية كتير، قولي كوباية مية يا ستي، حطوا كوباية مية. ولو انتم وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير. المهم، هنحط المية وهنرفع اليقطين على النار. احنا هنسلقه ومش هياخد وقت كبير خالص في السليق، وعلى فكرة ممكن تسلقه وتحط عليه لبن ومكسرات ويتاكل كده وبيبقى طعمه حلو قوي زي البطاطا. لا بس انا هعمله بطريقة تانية خالص، هعمله بالبشاميل. اوعوا تكونوا مفكرين البشاميل مخصص بس للحوادق والمكرونات والكوسة، ولا لا 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 لا، القرع بقى يا جماعة بالبشاميل حاجة كده ايه، تضرب في النافوخ على طول. معلقتين دقيق، وانا بقى لا هحط فانيليا ولا غيره، حتة سمنة بلدي هتقلب الموازين، قسما بالله كان طعمه تحفة. طب انا ماليش في السكريات بس كلت منه. هنا بقى كان استوى، هركنه على جنب واحط الخليط بقى اللي هو ايه: معلقتين دقيق على نص لتر لبن، حتة سمنة بلدي وشوية سكر، قلنا السكر حسب الرغبة. تمام. هقلب المكونات دي لحد ما يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت بعمله في اللبانة التيفال دي فلزق في الارضية، ما علينا. ههرس بقى اليقطين، شايفين ههرسه كويس جدا. وهجيب بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن، هحط معلقة من تحت عشان مش عايزاه يلزق ويبقى سهل معايا كده ويبقى لونه حلو من تحت. واحط بقى كمية اليقطين اللي انا هرست، على فكرة دي كانت نص اليقطينية بس. هنا بقى كنت خلصت الكمية، وبقية البشاميل هيتحط على الوش زي ما انتوا شايفين كده، خطوة بخطوة. بالله عليكم صعبة؟ مفيش اسهل من كده. اعملوها لعيالكم، اتقوا الله فيهم شوية يا جماعة، بلاش اندومي، اعملوا يقطين، عايزين نزود المناعة. شايفين بقى ده بعد ما دخل الفرن ما عادش ربع ساعة وطلع بالجمال ده. هسيبه بقى يبرد وهقطع حتة كده، الحتة دي بقى انا اللي هاكلها. وبكده اكون خلصت معاكم اليقطين او القرع. بس عايزة اقول لكم كلمتين. الاسئلة الدينية يا جماعة اللي انا بحطها مش علشان الم ريتش خالص، انا بحطها عشان تبقى في ميزان حسناتي. لو انتم جاوبتم السؤال وحد تاني ما كانش عارف اجابته، فانتوا خدتوا حسنات وانا خدت حسنات. خلوا الدنيا سهلة كده، مش عايزين نقف لبعض على الواحدة، ومش هبرر لحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.